عندك ناس بتاكل من خيرك؟ لا، مقصودش عيالك اللي بتشتغل عشان تأكلهم وتعلمهم. أنا أقصد ناس حواليك، زملاء دراسة، في الشغل، جيران. ربنا أنعم على كل واحد فينا بنعم كتيرة قوي. واحد شاطر جدا في المذاكرة، واحد ناجح جدا في شغله ومميز في خبرة معينة، زي مدرس شاطر في مادته، ست بيت بتعمل أكلة ما حصلتش، عازف موهوب وشاطر، دكتور شاطر في تخصصه. في مدرسة بيتبناها ناس كتيرة قوي في مجال الشغل اسمها ما تاخدش من خبرتي. يعني واحد خبرة 10 سنين في شغله وجيب موظف جديد في الشركة، فلما يحتاج مساعدة في معلومة ممكن ما ياخدش المعلومة كاملة، وممكن ما ياخدش المعلومة الصحيحة، وممكن يحصل له زي اللي حصل لعبد الشكور، وترزق بحد يقولك هو بالساهل كده تاخد خبرة ال10 سنين. دور ووصل لوحدك، ده لو وصلت. هو ليه لازم أتعب عشان أوصل لمعلومة في إيدك بسهولة توفرها لي وتدهاني؟ طب ليه مش عايزني أكون زيك عارف؟ وليه خايف على مكانك؟ إيه اللي يخلي واحد يقلق قوي لو ساعد واحد تاني؟ ده كل واحد وله طريقه وخطته اللي مش شبه التاني. خليك أهل للثقة لشخص شاف فيك إنك ممكن تساعده. عارفين الGPS اللي كلنا بنعتمد عليه دلوقتي؟ ساعات يجي في ميدان ويقولك الاتجاه نحو اليمين. طب أنه يمين ده يا سيدنا؟ هو لازم أجرب كل يمين وأدخل وأخرج وأضيع وقت ومجهود؟ بس لو في واحد أعرفه مشي الطريق قبلي وكلمته، هيوفر عليا المشوار ويقول لي أنهي يمين بالظبط، وأكمل مشواري وأنجز أكتر فيه. ليه ما اديش صاحبة طريقة أكل مظبوطة بالكامل؟ هيأثر عليا بإيه؟ ليه أكنز الخير ليا وبس وما فيتش بيه غيري؟ هستفاد إيه؟ ليه اللي حواليا ما ياكلش من خيري ويعرف أكتر ويمشي في طريقه المختلف عن سكتي وطريقي ويفيد ناس تانية؟ أعطوا تعطوا. فكرة تفكر.